لغز يهز المنيا، وفاة 4 أشقاء وإصابة 2 في ظروف غامضة، والتحقيقات بتكشف مفاجآت. في كارثة كبيرة ومأساة حزنت الناس جوه قرية دلجة بمركز دير مواس في محافظة المنيا. أضع 4 أشقاء أنفاسهم الأخيرة، وفي نفس الوقت في أختين تانيين اتصابوا، كل ده في ظروف غامضة لسه التحقيقات بتحاول تفك اللغز بتاعها. الحكاية بدأت لما الأمن في المنيا وصلوا بلاغ من مستشفى دير مواس بيقول إن في 6 أشقاء وصلوا المستشفى، منهم 4 كانوا خلاص ماتوا. على طول تم نقل اللي اتصابوا للمستشفى التانية عشان يتعالجوا. مصدر طبي كشف إن الموضوع بدأ لما واحد من الصغيرين اللي اسمه محمد نصر وعنده 9 سنين جاله سخونة. الدكتور في العيادة الخارجية كشف عليه، لكن بعد ما التعب زاد نقلوه المستشفى على طول ومات قبل ما يوصل. وبعده وصل عمر اللي عنده 7 سنين وريم اللي عندها 11 سنة بنفس الأعراض وماتوا جوه المستشفى. أما الأخير اللي اسمه أحمد اتحجز في العناية المركزة ومات تاني يوم. وشقيقتهم رحمة وفرحة كمان ظهرت عليهم نفس الأعراض ونقلوهم المستشفى للعناية. جهات التحقيق في دير مواس بدأت تحقيق كبير مع أبو الأطفال ال4 وأمهم عشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط في الساعات الأخيرة قبل ما حالتهم تتدهور. وكمان النيابة أمرت إن جثث المتوفين تفضل في التلاجة لحد ما التحقيق يخلص. المفاجأة الصدمة بقى كانت لما نتائج التحاليل طلعت سلبية، يعني مفيش عندهم التهاب سحائي ولا أي ميكروب معروف، وده اللي خلى الشكوك تزيد في وجود شبهة جنائية أو تسمم مجهول المصدر. بعد ما النيابة صرحت بالدفن، تم تشييع جثث ال3 أشقاء اللي ماتوا في الأول ودفنوهم في مقابر دلجة. البحث الجنائي مكلفينه يكشف كل تفاصيل الواقعة الغامضة دي، والتحقيقات لسه شغالة عشان نوصل للحقيقة كاملة.